ما تيجوا نشوف ازاي المصريين كانوا بيحتفلوا بعيد الأضحى زمان. كان وقتها في احتفال كبير جدا موجود في مصر من أيام سيدنا عمر بن الخطاب، بس الاحتفال ده للأسف ما بقاش موجود دلوقتي لأنه وقف من الستينات. الاحتفال ده كان اسمه طلعة المحمل. مصر كانت منفردة بتصنيع كسوة الكعبة، وكانت بتوديها للسعودية في موكب كبير جدا كان بيقعد في مصر 3 أيام، والمصريين كلهم كانوا بيخرجوا في الشوارع علشان يشاركوا في الاحتفال ده أو يقفوا في البلكونات علشان يتفرجوا على العروض المختلفة اللي بتكون موجودة فيه. الموكب ده كان عبارة عن هودج كبير محطوط على جمل، والجمل ده كان اسمه مبروك، ولسه الهيكل العظمي بتاعه موجود لحد دلوقتي في متحف الصيد في قصر محمد علي في المنيل. وبما إننا بنتكلم عن عيد الأضحى يبقى لازم نتكلم عن الحج، ونروح لأقوى عروض الطيران من الخطوط الجوية العربية السعودية، واللي بتعلن عن رحلة من القاهرة لجدة للمدينة والعودة تاني للقاهرة، وكل ده بكام؟ ب 75 جنيه. وطبعا ما ينفعش ننسى الخروف، ودي فاتورة الواحد اشترى من تاجر لحوم بلدية عدد 2 خروف صاحي ب 6 جنيه و10 قروش. وطبعا العيد يعني خروج وفسح. ومعانا عروض سكك حديد مصر واللي بتعلن عن رحلتها في عيد الأضحى. هتركب قطر الآثار اللي هيخليك تشوف آثار مصر كلها في يومين. الرحلة ب2 جنيه وربع، شاملة أكل وشرب ال3 وجبات في اليوم. وفي شباب عايزين يروحوا السينما ويشوفوا أفلام العيد. ومعانا فيلم التحية كاريوكا وحسين صدقي وأحب الغلط. مش عارفة ازاي في عيد الأضحى بس تمام.